الاهلي بيكسب زد نتيجه واداء. ايه اللي فرق مستوى الاهلي النهارده عن مستوى الاهلي قدام انبي او قدام البنك الاهلي؟ ايه اللي يخليك النهارده كاهلاوي وانت قاعد بتتفرج على المباراه واثق من المكسب، عارف ان الاهلي هيسجل في اي وقت، عارف مهما يطول الوقت او الهدف يتاخر ان انت هتخرج بالثلاث نقاط؟ حاجه بسيطه جدا، ان الكوره بسيطه وسهله. رقم واحد فيها ان التشكيل كان صحيح، رقم اتنين توظيف اللعيبه كان بشكل صحيح، رقم ثلاثة تدخلات المدرب في توقيت مناسب في اماكن معينه محتاج ان انت تغير فيها ومحتاج ان انت تعمل فيها اضافه من على الدكه. علشان كده كل شيء النهارده كان مثالي، علشان كده كسبنا. لما كولر عمل الشيء الواقعي والسهل والبسيط، حط عمر كمال باك يمين، حط كريم الدبيس باك شمال، لعب بتشكيل فيه روتيشن، قدر ان هو في التغييرات يقرا الجيم بشكل كويس. كنا بنعمل عرضيات من خارج منطقه الجزاء بشكل كبير، فكان لازم يكون في زياده عدديه. نزلنا موديست، نزلنا وسام ابو علي، عملنا اضافه في عمق الملعب، عملنا اضافه في على ال 18، لعبنا على الكره الثانيه قدرنا نسجل منها. فده كله يرجع الموضوع للكره انها سهله وبسيطه. عمر كمال النهارده بيقدم افضل مباراه لافضل باك يمين مع الاهلي الموسم الحالي. كم عرضيه عملها عمر كمال متقنه، كم عرضيه عملها عمر كمال برجله اليمين، كم عرضيه عملها برجله الشمال. كرة مش معدولة ان يعملها عرضية برجله اليمين، بيقطم للداخل وبيعملها برجله الشمال بشكل مميز جدا. كام كرة عمر كمال كمل فيها والكرة بتعمل عرضية من الناحية الشمال، قدم اداء مثالي جدا، كان افضل لاعب في المباراة. وده ينصف جمهور الاهلي وينصفنا انا شخصيا، ان احنا كتير جدا بنطالب عمر كمال مركزه باك يمين مش باك شمال. كولر ظلم الاهلي في 5 نقاط بوجود عمر كمال كمساك شمال في مباراة البنك الاهلي، ووجوده في مباراة البنك الاهلي كباك شمال. كولر ظلم عمر كمال نفسه ان هو لاعب في المباراتين دول في اماكن مش اماكنه او مش في مكانه. لكن النهارده عمر كمال بينصف الجميع، بيعمل مباراه هي الافضل. النهارده كولر كان مميز جدا في قراءه الجيم في التغييرات. لما كنا بنعمل عرضيات بشكل كبير جدا ومفيش غير كهربا والسوليه مش موفق لما بيدخل لجوه، فقدر كولر ان هو في الدقيقه 60 ومن بدري جدا كمان من قبل الدقيقه 60 كولر قرر ان هو يعمل شيء مش متعودين عليه من كولر، لكن ده الطبيعي والمنطقي ان انت تغير في التوقيت ده. دخل وسام ابو علي كراس حربه تاني، وسحب طاهر وسحب عمرو السوليه ونزل احمد عبد القادر، وقدرنا ان احنا يكون في ضغط اكبر، يكون في استحواذ اكتر، يكون في عرضيات اكتر، يكون في فرص اكتر. ومن اول فرصه ومن اول عرضيه عملها عمر كمال بشكل متقن وسام ابو علي طلع بجامب عالي جدا وعمل رأسية مميزة وخبطت في الأرض، لكن علي لطفي تألق فيها. لكن في النهاية قدر إن هو يسجل هدف عبارة عن كرة تانية اتلعبت لمودست، وبعد كده مودست بيسند على وسام أبو علي، ووسام بيسجل هدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تسديدة صاروخية. ده الأهلي اللي احنا عايزين نشوفه. الكرة سهلة وبسيطة، تلعب بكل لاعب في مكانه. كريم الدبيس ما قدمش افضل حاجه، لكن ما قدمش اسوأ من اللي قدمه عمر كمال في مركز الباك الشمال. لاعب ما لعبش بقاله كتير جدا مع الاهلي كريم الدبيس، فكون النهارده بيظهر بالشكل ده. الشوط الاول بيعمل عرضيه كويسه جدا بتروح للسوليه والسوليه بيسددها مع مرتين. فكريم الدبيس مقبول جدا اداؤه، كله ما بيلعبش من زمان، لكن هو ما قدمش الاداء اللي اقل من عمر كمال في المكان ده. علشان كده عدلة الملعب اهم حاجه. انت النهارده لعبت السهل البسيط، عدلت الملعب، كسبت المباراه، كسبت 3 نقاط، وده المطلوب. اعدل الملعب، وظف كل لاعب بشكل صحيح في مكانه الصحيح، هتكسب اي حد. الاهلي عنده كواليتي لعيبه عالي جدا، المهم ان اللعيبه دي تستخدمها بشكل صحيح وانت هتكسب الزمالك ان شاء الله. ده كل اللي في المباراه النهارده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد يشوف الفيديو ده. لو لسه اول مره بتشوف قناه تشترك في القناه، فعل الجرس وسيب لايك وكومنت للفيديو، وان شاء الله اوصلك كل جديد.